السلام عليكم. بما ان رمضان على الابواب فاحنا محتاجين نعمل حلويات ونكتر منها. وعشان نعمل العظمه اللي قدامك دي لا محتاجين لا مضرب ولا خلاط. ولو قلقانين من المكونات فالمكونات بسيطه جدا واقتصاديه خالص. النهارده هعمل لكم حلوه سهله وبسيطه وفي نفس الوقت فخمه كده. ولمجرد ما تشوفها كده هتقول دي مكلفه ومصروف عليها جدا. بس لا، دي مش الحقيقه خالص. في بعض الدول بيسموها المبروشه، لكن عندنا في مصر بيسموها باستا فلورا. ولو ما اكلتهاش قبل كده فهي بيكون طعمها جميل قوي وسكرها مظبوط. ولو اتفرجت على الطريقة دي وعملتها بيها صدقني هيبقى زيك زيي هتدمنها. جنب كوباية شاي او جنب كوباية عصير الموضوع هيكون مختلف تماما. بس قبل ما نبدأ الطريقة، لو اول مرة بتتفرج عليا انا اسمي محمد الشواتفي. فما تنساش تعمل لي لايك وشير، ولو ما عملتش اشتراك في القناة انزل اشترك دلوقتي وفعل زر الجرس. وكالعادة قبل ما نبدأ الطريقة هتصلي على النبي وتقول بسم الله. هنحتاج كوباية إلا ربع من الزبدة، ولو مش موجود زبدة بديلها السمنة، ده أو ده عادي، ويفضل تكون الزبدة بره التلاجة قبلها بنص ساعة. نص كوباية سكر. ربع كوباية زيت نباتي أي نوع زيت عادي. وهننزل بيها عليهم. تكون مجهز بيضة كده، والبيضة تكون كبيرة، ويفضل إن البيضة تكون بدرجة حرارة الغرفة، يعني مطلعينها من التلاجة من قبلها بشوية وتنزل بيها. رشة فانيليا سايلة. بعد ما حطينا المكونات دي بأي معلقة عندنا هنخلطها كويس جدا جدا. معلقة كبيرة من الخل، سواء خل تفاح أو خل أبيض، أنا استخدمت في الوصفة دي خل أبيض. وبالمضرب بتاعنا، لو مش متوفر مضرب كهربائي فالمضرب اليدوي عادي مش هيأثر، بس هياخد وقت شوية. في الخطوة دي احنا مش محتاجين نخلط كتير، أهم حاجة عندي إنك تتأكد إن السكر اللي احنا حطيناه ده كويس في المكونات. بعد كده هنكون مجهزين 3 كوبايات من الدقيق، ونتأكد كويس إن الدقيق منخول. وأنا في الطريقة دي استخدمت دقيق متعدد الاستعمالات. بعد ما نخلت 3 كوبايات الدقيق حطيت معاهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر عليها رشة من الملح وقلبتهم كويس في بعض. جبت الخليط بتاعي وبدأت أنزل عليه بالدقيق واحدة واحدة. معلقة دقيق وأبدأ أخلط تاني، ومعلقة دقيق وأخلط تاني. وأنا هنا أمي ربنا يبارك لي فيها وكل سنة وهي طيبة وكل أمهاتنا طيبين وبخير يا رب، كانت بتساعدني. وده بمناسبة عيد الأم أولا وشهر رمضان بعده على طول إن شاء الله، كل سنة وانتم طيبين وبخير يا رب. نرجع بقى لوصفتنا تاني، هننزل بدقيق برضو وبالمعلقة بنقلب زي ما احنا شغالين، ما توقفش خالص. وأول ما تحس إن المعلقة خلاص ما عادتش ماشية في العجينة بتاعتنا هنشيل المعلقة على جنب، ونبدأ بإيدينا كده نحاول ندخل الدقيق مع العجينة كلها بحيث إن تكون كلها لون واحد. احنا هنا ما بنعجنش، لا خالص، أنا ما بعجنش. وأول ما تحس إن خلاص العجينة بقت كلها واحد وبدأت تدخل في بعضها كده بالطريقة دي، انا طلعتها كده على المفرش بتاع العجين او على اي سطح يكون مستوى عندك، وهتبدأي تلميها بالطريقة دي كده. انا مش عايزك تعجني خالص. اول ما تحس ان العجينة خلاص اتلمت معاكي وبقت لابسة كده هتحطيها تحت ايدك وتروليها بالطريقة دي كده بالظبط، وتكوني مجهزة عندك المقطع بتاع العجين، او لو مش متوفر يكون عندك سكينة مثلا زي حالاتي كده. يعني المهم هنقطع تلت العجينة ونجيب اي كيس عندنا ونبدأ نلفها فيه ونحطها في الفريزر من نص ساعة لساعة على حسب الفريزر بتاعك، المهم ان هي تتجمد. هنجيب بقى باقي العجينة بتاعتنا وبايدينا كده هنبدأ نبططها او نفردها في اي صينية عندك او في اي قالب كيكة المتوفر. ولو العجينة لقيتها بتعمل شروخ زي كده بالظبط ما تقلقيش، مع الفرد كل ده هيروح. المهم انك هتفرديها، هتاخدي من النص كده وتطلعي على الجناب، عشان خاطر انا عايز يكون في حرف على الجناب كأنك مثلا بتعملي بيتزا. وطبعا انت هتكوني حاسه بالعجينه المكان الواطي فين والمكان العالي فين، على قدر المستطاع حاولي انك تسويها كلها ببعضها وتخليها كلها بمستوى واحد. وده كان شكلها النهائي معانا. هنسيبها على جنب عشان نحضر الحشو بتاعنا، واللي هو هيكون عبارة عن كوباية ونص من الحليب الدافي اللي هو على النار ده. هجيب نص كوباية حليب بارد عليه معلقة ونص من الكاستر، أي طعم أو أي نوع مش هتفرق المتوفر عندك. ولو مش متوفر كاستر عندك انت ممكن تبدله بنشا عادي. بعد ما قلبناه في نص كوباية الحليب البارد هنبدأ ننزل بيه على الكوبايتين حليب الدافيين وعليهم نص كوباية سكر، ونكون مشغلين النار على درجة حرارة متوسطة وما نبطلش تقليب فيه لحد ما يبقى معانا بالقوام التقيل ده، وهنسيبه لحد ما يبرد خالص. هتجيب اي شوكة وتبدأ تخرم بيها العجينة زي ما انت شايف كده بالظبط، عشان خاطر احنا حاطين بيكنج باودر. هنجيب الحشو بتاعنا بعد ما برد تماما، ولو حسيت انه ماسك في بعضه كده هتديله تقليبة، وهتبدأ تنزل بيها على العجينة وتفرده.
وحاول وأنت بتفرد كده الخليط ما يوصلش الحروف، ولو أنت معلية الحروف زي ما أنا عامل كده بالضبط فده هيساعدك كتير ومش هتوصل خالص للحروف. وده تِلت العجينة اللي إحنا حطيناه في الفريزر، خد بالضبط مني 45 دقيقة على ما جمد. هتجيبها كده وتبدأ تبشر بيها بأي مبشرة عندك، بس حاول وأنت بتبشر توزع العجينة بالتساوي أو تغطي كل الحشوة اللي موجودة بقدر المستطاع، عشان في الفرن مفيش حتة تستوي قبل حتة، وساعتها فهيبقى في مكان محروق ومكان لسه مستواش أصلا. المهم عشان تتلاشى الحوار ده كله كده حاول تبشر العجينة في كل مكان في الصينية بالتساوي. وده كان شكلها معايا بعد ما خلصتها. هكون مشغل الفرن على درجة حرارة 180 فوق وتحت، ونحطها في الرف اللي في الوسط من 35 ل45 دقيقة، وده بيرجع لدرجة حرارة الفرن بتاعتك. انت اول ما تلاقيها اخدت معاك اللون الذهبي ده هتبدأ تطلعها من الفرن على طول. ده بالمناسبة كان بعد 40 دقيقة بالظبط في الرف الوسطاني على درجة حرارة 180. وبالمناسبة دي كان شكلها من فوق وهي في القالب قبل ما اقلبها ويكون شكلها بالعظمة دي. بالمناسبة هي ما ضايقتنيش خالص في القلب، وكمان انا ما كنتش دهنت الصينية لا زيت ولا سمنة ولا زبدة ولا اي حاجة. رجعتها تاني على وشها كده، وعايز اقولك ان ريحتها كانت عظيمة لأقصى درجة. هتسيبها لحد ما تبرد تماما تماما. انا سبتها تقريبا ساعة. بعد ما تبرد تماما هتجيب اي حاجة عندك وهتبدأ تقطعها كده بالشكل ده او بأي شكل انت تحبه. وحتى وانا بقطعها كانت سهلة جدا كده، وانا حسيت من وانا بقطعها قد ايه هيكون طعمها جميل. كمان كنت عايز اقول ان سمكها كان مظبوط جدا جدا، لا هو رفيع ولا هو تخين ولا هو قابب قوي، لا كان مظبوط بجد. ويمكن هنا ده بيوضح اكتر سواء الحشو اللي موجود او الطبقة اللي تحت او الطبقة اللي فوق اللي احنا بشرناها. وهنا كانت جاءت اللحظة الحاسمة بالنسبة لي اللي قلت فيها بسم الله كده ودقت. وانا بالنسبة لي كنت متوقع ان الطعم هيكون جامد، بس ما كنتش متوقع ان هو هيكون بالحلاوة دي. انتوا كمان جربوها وقولوا لي ايه رأيكم. ودي كانت نهاية فيديو النهاردة، ولو عجبتك الطريقة ما تنساش اللايك والشير وتتمنى لي من قلبك الخير. وكالعادة لو وصلت معايا لحد هنا فخد قلبي يا عم.